على فكرة لا تسألش هذا السؤال كذا. لسه ما سألناش حاجة أصلا. قايمة أصلا جاية من اليهود وحاجات كده. من اليهود؟ باحترام لكل الأديان بس برضه. يعني غريبة الحوار ده. لا مش غريبة طبعا، أنتم من الغرباء. أيوه يعني الزوجة ما بتجيبش حاجة وكمان بتشرطوا على الزوج يجيب إيه؟ إيه الظلم ده؟ لا مش هو ظلم على فكرة، هو هذا الوضع بأي دولة من دول العالم فقط. مفيش الكلام ده أصلا. بس لا والله أنا اكتشفت إنه بس في مصر عندكم هذا موضوع. زي ما سالت المصريين والعرب اللي عايشين في اوروبا، لو فكرت في يوم من الايام انك تتجوز، هل تفضل تتجوز واحده عربيه ولا واحده اوروبيه؟ طبعا كان في حرب في الكومنتات وخناقات من كل الاتجاهات، وكان في مطالبه ان اكرر نفس التجربه بس مع بنات عربيات عايشين في اوروبا. فانا سافرت مخصوص المانيا عشان اسال البنات العربيات اللي عايشين في المانيا، لو فكرت في يوم من الايام انك تتجوزي، فهل بتفضلي تتجوزي واحد عربي ولا واحد الماني وليه؟ فتعالوا نشوف البنات العربيات اللي عايشين في المانيا اختاروا مين وليه. ايه الاخبار، عامله ايه؟ الحمد لله. مرة ثانية؟ لتاني مره. بقالك قد ايه عايشه في المانيا؟ 10 سنوات. 10 سنوات. والحاله الاجتماعيه ايه؟ على فكرة لا تسألش هذا السؤال كذا. لسه ما سالناش حاجه اصلا. ايوه لا الحاله 30 جدة، ايش معقول يعني؟ الحاله يعني ما هو الحاله الاجتماعيه يعني مثلا متزوجه، مخطوبه، داري أرملة، يعني السؤال مضحك اللي هو كذا الحالة الاجتماعية. طيب ما انا مش عارف. سنجل يلا. سنجل تمام. حسيتها صعبة. طيب تمام. ايوه والله. تمام. ايه الاخبار، عامله ايه؟ هاي الحمد لله كله حلو. بقالك قد ايه عايشه في المانيا؟ 7 8 شهور تقريبا. 7 8 شهور. طيب الحاله الاجتماعيه ايه؟ يعني متجوزه مش متجوزه، مخطوبه مش مخطوبه كده؟ لا مش مخطوبه. طيب لو حصل لا قدر الله وفكرت يعني او يعني حسب ما انت عايزه، وحصل انت قررتي تتجوزي، تمام؟ اوكي. هتفضلي تتجوزي شاب يمني ولا شاب يعني عربي بشكل عام ولا الماني وليه؟ السؤال مضحك. اللي بيضحك السؤال. سؤال سهل والله. ايوه انا عارفه بس يضحك. تمام. اوكي. الموضوع انه يعني عادي، الموضوع مفتوح يعني لاي جنسيه. ليش؟ شكرا. عيدوا من البدايه، عيدوا من البدايه، والله عيدوا من البدايه، عيدوا من البدايه. حاضر ماشي حاضر. يلا. طيب لو انت قررتي في يوم من الايام انك تتجوزي فرضا يعني، هتفضلي تتجوزي شاب مصري او عربي بشكل عام ولا شاب الماني وليه؟ عربي او مصري بشكل عام يعني، او مصري او عربي بشكل عام. مصري او عربي والماني لا ليه؟ طيبين قوي. يعني حتى مثلا لو فرضنا الالماني ده مثلا مسلم او حاجه، انت ولا انت الالمان بشكل عام؟ بشكل عام يعني. بشكل انت تفضلي مش قوي يعني. لا. طيب لو فرضنا انك هتتجوز حلوين طبعا بس برضه لا. تمام انا واخد بالي. لو يعني ما يفرقش عادي اي جنسيه صراحه. يعني ماشي بس اهم شيء الشخص كويس وتفاهم معاه. يعني انا فاهم، يعني انا قصدي لو مثلا الشخص ده الماني فانت ما عندكيش مشكله؟ عادي ابدا. اهم شيء يكون مسلم طبعا. ما اكيد طبعا لو مسلم. ايوه عادي طيب. يعني. لو فرضنا انك اتجوزتي شخص الماني، هل انتوا اول في اليمن عندكم موضوع القايمه وكده ولا ما فيش؟ لا هذا عندكم انتم على فكره. ما عندكوش؟ احنا عندنا كل شيء على الرجال. كل حاجه على الراجل؟ كل حاجه؟ طب ده احنا عندنا احسن بقى كده او اسهل. ليش؟ يعني لا طبعا عائلته ما هي بتساعده. ما انا فاهم، يعني الواحده اللي تتجوز في اليمن بتجيب ايه بقى ولا بتعمل ايه في حياتها؟ توصل بالسلامه ان شاء الله. يا ما شاء الله. طبعا. وحد بيوصلها ولا بتروح برضه لوحدها؟ لا هو يجي ياخذها. يعني ما بتجيبش حتى اي حاجه في الشقه؟ لا. غريب الحوار ده. لا مش غريبه طبعا، انتم من الغرباء. ايوه يعني عشان كذا متزوج مصري. طيب ماشي تمام. يعني انت كده يعني المصري كده خلاص. لا امزح. أيوة. طيب انا عايز افهم حاجه، يعني هل انتوا ليكوا شروط ولا عشان الشخص هو اللي بيجيب اللي هو عايزه فهو يجيب اي حاجه هو عايزها؟ لا في شروط، اكيد في شروط. طب ايه بقى الشروط؟ على حسب العوائل، يعني كل عائله اول شيء المناطق. نحن في اليمن يعني كل منطقه على حسب المتعارف فيه في المنطقه. تمام. وكل عائله بعدين ايش مثلا شروطها على معلش بس قطعي، يعني انت يعني الزوجه ما بتجيبش حاجه، الزوجه ما بتجيبش حاجه وكمان بتشرطوا على الزوج يجيب ايه؟ ايه الظلم ده؟ لا مش هو ظلم على فكره، هو هذا الوضع باي دوله من دول العالم فقط. مفيش الكلام ده اصلا. بس لا والله انا اكتشفت انه بس في مصر عندكم هذا موضوع الوضع الثنائي، ولا نحن عندنا مثلا ولا في اي دوله مثلا حتى السوريين الاصدقاء السوريين كله على الرجال. ماشي بس انا قصدي ايه هي الشروط اللي بتحطوها على الزوج؟ المهر والبيت، ولو في شروط اخرى مثلا انها تدرس او تشتغل او كذا. فرضنا انك هتتجوزي شخص مصري عايش في المانيا او شخص مصري عايش في مصر، هتطلبي بقى قايمه ومش عارف ايه كده ولا لا؟ ولا تختلف انت عايشين فين؟ يعني ايه عايشين؟ يعني لو الشخص المصري ده عايش في المانيا او لو الشخص المصري ده حلال كويس. بس خلينا نركز في حته، خلينا نتكلم في حته القايمه. هتطلبي قايمه ومش عارف ايه الكلام ده ولا لا؟ I think لا. ده جواب اكيد؟ I think يعني القايمه اصلا جايه من اليهود وحاجات كده. من اليهود؟ باحترام لكل الاديان بس برضه لا.
ومثلا لو اهلك ولا حاجه شايفين ان لازم يكون في قايمه، هما لو واثقين فيه هيبقوا يعني بيسلموا بنتهم، فلا برضه I think يعني. دي الجواب ده نهائي ولا جواب كاميرات بس؟ لا نهائي ان شاء الله. مش عارف. لان عارفين طبعا اي حد في مصر من اكبر مشاكل الجواز هي مشاكل القايمه ومش عارف الكلام ده كله. فانت بالنسبه لك شيء قايمه. طيب هتطلبي بقى لو انت هتتجوزي حد مصري عايش في المانيا، هتطلبي بقى ذهب مثلا بكذا ومقدم ومؤخر وكده، ولا هتتجوزوا على النظام الاوروبي؟ يعني جواز اسلامي كل حاجه بس قصدي على النظام الاوروبي. I think European يعني يعني مش لازم بقى فرح فيه 30,000 شخص. اكيد هنعمل بس حاجه احنا الاتنين نبقى مرتاحين فيها، يعني في مصر او هنا. ممكن نعمل في مصر مع اهلنا، هنا مع اصحابنا. لو حصل وانك اتجوزت شخص الماني او مصري، بتتجوزي بنفس النظام اليمني ولا حسب نظام بلده هو؟ والله انا بتزوج عند اهلي، فطبعا اهلي هم اللي بيحطوا الشروط، فاكيد بيحطوا شروط يمنيه. طبعا ما حدش وافق عليها اصلا. كل اليمنيين يتزوجوا، كل العرب يتزوجوا. لا ما احنا بنقول لو واحده يمنيه جوزت واحد الماني او واحد مصري، اكيد مش هوافق. اكيد بيكون في تنازلات. طيب اديني ميزه وعيب في الزوج المصري والزوج الالماني، او الشخص المصري والالماني واليمني. يعني زوج ولا كشخص؟ كشخص. لو انت هتتجوزي واحد من الثلاث جنسيات دولت، اديني ميزه وعيب في كل واحد فيهم. بالنسبه لي شخصيا العيب في اليمن ان احنا يعني شويه كذا يعني منغلقين. تمام. شويه يعني في عندنا الضغط الاجتماعي موجود لسه. تمام. بالنسبه للمصري احس تو ماتش ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اكتيف، فما اقدرش. ربنا يخليك والله. والالمان انهم يعني بارد، العكس من المصري، فهذاك اكستريم وهذا اكستريم. طيب والعيب بقى في كل واحد؟ هذا هو العيب على فكره. بس انا العيب في المصري ده كان عيب؟ انهم كثير المزاح تمام. طب والميزه بقى؟ ده كان عيب؟ انا فاكر الميزه. لا والله بجد احس تو ماتش. لسه بقول لك ربنا يخليك. تو ماتش. طب نخش على المميزات بقى. المميزات مثلا اليمني من ناحيه مثلا لو هو بتزوجه، اكيد هو مثلا بيكون قائم بالبيت وبيكون مسؤول، فهذا الوحده بترتاح ما شاء الله، بيكون هو حاجه مريحه. تمام. بالمصري نيجي للجانب الثاني، مثلا المصري انسان اجتماعي، بيكون يعني حلو في البيت، سهل وكذا. عيب ولا ميزه؟ انت بالنسبه لك هو يكون عيب، بس بالنسبه لي يعني هي ميزه. يعني انت شايف ان المصري ما عندوش عيوب تقريبا؟ يعني هي بس موضوع تمام، احنا مش كده. وكمان العيب اللي هو لازم اشارك في الوضع، بس انا طبعا لو بتزوج على النظام اليمني فما بشارك. اكيد طبعا. اكيد. الالماني والله مش معهم اي ميزه، الحمد لله نقدر ناخذ الجواز. الالماني ما فيش اي ميزه بدون ما نتزوجهم. هنحاول نحط سبتايتلز الماني على الفيديو عشان لو حد بيتفرج. لا انا اقصد يعني ميزه الالماني مثلا انه يكون انسان سوي. ايش؟ لا اللي هو يعني انه يكون انسان سوي، ما مش خاين. لا والله انهم خاينين. لا الالماني يعني ما فيش فعليا مثلا هذه ميزه تميز الشخص الالماني، يعني لو بيكون بس بيكون مثلا بعدك عايز تتكلمي خش صوري، ما تتكلميش ورا الكاميرا. يعني حيكون انسان كويس، يعني لو هو الشخص اللي حتزوجه يكون الماني كذا بقول والله لازم يكون يعني شخص الاوبتيمال، اكثر واحد ايش يقولوا النخبه من الشعب الالماني. النخبه تمام. بس اليمني الالمان بشكل عام مش هم يعني مش النوع المفضل بتاعي. لا خلاص تمام، شكرا. عفوا. شايفه بشكل عام ان الزوج المصري افضل من الزوج العربي او الاوروبي؟ واديني الاسباب. منتاليتي بس خلاص كده خلصنا. الموضوع باختصار يعني فينك حد هتبقى فاهم الكالتشر بتاعتك، افيهاتك على الاقل، كل حاجه يعني يعني المنتاليتي بتاعته تبقى قريبه منك. حد يعني حد الماني ممكن يبقى مع حد تاني لذيذ، بس مش عارفه، مش برتاح قوي ان حد ما يبقاش فاهم كل حاجه. في ناس بترتاح ان هي تقعد تشرح كل حاجه، بس انا لا. تمام.